وصفتنا النهاردة سهلة جدا، اوعي تشتريها من بره. الطحينة بقت غالية جدا. نزلت عشان اشوف الكيلو بكام، لقيت الكيلو ب120 جنيه. لا وعلى ايه؟ جبت ربع كيلو من السمسم وروحت على البيت. وتعالي بقى لما اقولك على الطحينة اللي سهلة جدا ومكوناتها بسيطة جدا. معايا ربع كيلو من السمسم، و100 جرام من الفول السوداني، وكوباية من الدقيق، وكوباية من الزيت، ورشة ملح. سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة عندك في البيت. هنجيب بقى طاسة كده تكون تيفال ما بتلزقش. هحط فيها الربع كيلو من السوداني، وهبتدي ان انا ارفعهم على النار، وهشوح ايه هقلب فيه ايدك بس في التقليب على الطاسة. ما تخليش السوداني السمسم يتلسع او يتحرق. هنزل كمان بالسوداني عليه، وبرضو ايدي في التقليب برضو علشان انا مش عايزاه يتحمر. انا عايزاه زي ما هو كده، بس اطلع منه الرطوبة اللي فيه. وانزل كمان بكوباية الدقيق، وهقلب برضو لحد ما الرطوبة اللي في المكونات بتاعتي تطلع. انا مسرعه لكم الفيديو علشان بس ايه تقدروا ان انتوا تشوفوه كويس. بعد كده بعد ما برد خالص، جبت الكبة بتاعتي اللي انا بطحن فيها السكر والتوابل. غسلتها كويس، وابتديت ان انا احط فيها السمسم والمكونات بتاعتي فيها، وطحنتها كويس. وانت بتطحني كده هيكتل معاكي، وهيطلع منه الزيوت اللي فيه. الزيوت اللي فيه دي طبعا دي زيوت طبيعية، تخافيش منها. هتقلبيه زي ما انت شايفة كده، هقلبه قدامك بايديا. وبعد كده هرجع تاني احطه تاني في المطحنة، واطحنه كويس جدا لحد ما يطحن معايا، يبقى كويس جدا، يبقى بودرة خالص كده. بعد كده هجيب كوباية الزيت، هديها ضربة بسيطة في الخلاط، وهبتدي انزل بالمكونات بتاعتي واحدة واحدة. ما يعني اهدي كمان الخلاط، يعني ما اسيبش الخلاط يتحرق مني. لا انا هسيب الخلاط شغال عادي على درجة بسيطة، وهنزل بالمكونات بتاعتي واحدة واحدة. لو حسيت ان لسه الزيت سايب معايا، هحط كمان معلقتين من الدقيق، معلقتين بالظبط. هيديني القوام اللي انا محتاجاه كويس قوي، وهيديني الطعم كمان الخرافي اللي مش هتعرفي حتى اصلا تجيبيه من بره. الطعم ده حلو جدا. ولا تقولي لي بقى طعم البوادي، ولا طحينة بتاعت وادي النيل، ولا اي حاجة، ولا بتاعت الميزان. بصراحة طحينة تحفة. وهوريكم الكمية طلعت معايا قد ايه بالميزان. دي 670 جرام، وده 655 جرام. احسبي معايا، 670 و655، يعني قولي في التقريب كده كيلو وربع. والبولتين، البولة اللي هي الازاز، قولي مثلا يا ستي 100 جرام للاتنين. يعني قولي برضو في حدود كيلو و100 او كيلو 150.